فما تصدقش الكلام اللي على السوشيال ميديا اللي هو مفيش حد بيفضل ناشف مدى الحياة، واللي بيفضل ناشف مدى الحياة ده هو اخد هرمون. سألني سؤال حد من اخواتي بيقول لي كابتن محمد، الكباتن اللي على السوشيال ميديا دايما ناشفة، دايما الحجم العضلي بتاعهم ثابت، ده ازاي ده؟ احنا ما بنعرفش نعمل كده ليه؟ دلوقتي انا كمدرب، فمدرب مشهور واخد بطولات وكده، فابدا ان انا قبل البطوله بتاعتي ببدا ان انا اصور لك من 3 ل 5 6 فيديوهات، او ممكن ان انا اصور 30 فيديو في يومين، عشان خاطر اللي انا في وقت الاوف سيزون بتاعي، في وقت الراحه، اللي انا ابدا ان انا اخد راحتي واكل كتير، وابدا ان انا كل يوم انزل لك فيديوهات متخزنه. مش لازما وقت الفيديو بتاعي اكون انا مصور لك دلوقتي، وانا ممكن اكون جيت في يوم عليا صورت 3 4 فيديوهات ورايا مشاكل تاني راح اخلصها. فما تصدقش الكلام اللي على السوشيال ميديا اللي هو مفيش حد بيفضل ناشف مدى الحياة، واللي بيفضل ناشف مدى الحياة ده هو اخد هرمون. وقت النشفان انت حجم عضلاتك بتقل عشان خاطر انت بتنشف، انما في وقت البالكينج حجم عضلاتك بيكون كبير، بيكون واضح ان انت مضخم واخد الاكل بتاعك الكافي. فما تصدقش اي كلام يتقال لك على السوشيال ميديا. سلام.